صديقي، الحلقة دي من جوه الكتاب المقدس، من جوه جدا، عشان تتأكد معايا انه كلمة ربنا. هاخدك في رحلة سريعة نعدي على شوية حاجات. يلا بينا. أول حاجة تقول إن الكتاب المقدس كلام الله فعلا، إننا لو مسكنا العهد القديم بس هنلاقيه هو الكتب المقدسة والتوراة بتاعت اليهود، مع إن الإيمان اليهودي مختلف عن الإيمان المسيحي جدا، وده بيقول إن العهد القديم صح. تاني حاجة هي اللي مكتوبة عن الله خلال الكتاب المقدس كله. الله نفسه بيثبت كده وبيتعهد انه يحافظ بنفسه على كلمته، وهنلاقي آيات كتير بتقول فيها كده، زي أرمية 1:12 لأني ساهر على كلمتي لأجريها، وفي مزمور 119:89 إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. وكاتب المزمور برضو لما اتكلم عن اللي كلمة الله أزلية، يعني من زمان جدا قبل أي حاجة. قال في مزمور 119 برضو وكل وصاياك حق إنك إلى الدهر أسسته. ده غير الآية الواضحة الصريحة في متى 5:18 لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. وفي رسالة بطرس الأولى إصحاح 25 بيقول وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. وشوف التحدي ده بقى بتاع لوقا اللي كتبه في إصحاح 16 لكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. يعني السماء والأرض ينتهوا حاجة أسهل من أن كلمة ربنا يضيع منها نقطة واحدة. تالت دليل هو بما أن الله قادر على كل شيء أكيد يقدر يحافظ على كلمته من أي تحريف أو تدبير. وتعال أحكي لك على موقف حصل مع أرمية لما ربنا أمره يكتب للشعب إنه يتوب ويحذر الملك يهوياكين من العقاب، لكن الملك ما عجبوش الكلام فقطع وحرق اللي أرمية كتبه. عارف إيه اللي حصل؟ ربنا أمر أرمية يكتب الكلام ده تاني ويزود العقاب علشان الملك استهان بالكلام ورفضه. رابع حاجة بقى هفرجك إزاي كمان في ترابط بين العهدين وكل عهد بيشهد للتاني. في العهد القديم عندنا يونان اللي قعد 3 أيام في بطن الحوت، وفي العهد الجديد عندنا المسيح اللي شبه نفسه بيونان. المسيح كمان استخدم حادثة الطوفان الموجودة في العهد القديم عشان يشبه حالة الناس قبل مجيئه بنفس وضع الناس قبل الطوفان. ومن التشبيهات المهمة جدا اللي استخدمها المسيح لما ربط بين الصليب وبين الحية النحاسية اللي استخدمها موسى زمان في العهد القديم، وقال ان ده مصدر الخلاص والحياة الأبدية. وبما ان المسيح استخدم الأحداث والآيات دي تبقى حقيقية لأنه مش هيستشهد بكلام أساطير أو حاجة مش حقيقية. المسيح كمان قال حاجة مهمة حطها في دماغك واوعى تنساها، قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. يعني أنا مش جاي ألغي اللي فات، أنا جاي أكمل عليه. والدليل اللي جاي ده عكس اللي فات. زي ما العهد الجديد بيشهد للقديم القديم برضه بيشهد للجديد. النبوات وتحقيقها ده موضوع كبير برضه، بس أنا هقولك على حاجة بسيطة منها. في نظرية بتقول إن لو في 80% من النبوات اتحققت في شخص واحد يبقى هو ده الشخص المقصود. تخيل بقى إن المسيح اتحقق فيه 100% من النبوات. وفي يوحنا 19:28 قال بعد هذا رأى يسوع إن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. وتحققت كل النبوات من أول ميلاده من العذراء لحد القيامة. لسه شاكك؟ عندك أسئلة وبتحاول تستوعب؟ لو عندك أسئلة اكتبها لنا في التعليقات. ولو لسه شاكك الحلقة الجاية هتهمك جدا، اوعى تفوتك. تابع الصفحة اللي بتشوفني عليها دلوقتي عشان تشوف الحلقة الجاية أول ما تنزل. مع السلامة.